خليك فاكر، مش كل قصة حب بتكسب، وفي حب أحيانا بيبقى معركة ضد الزمن نفسه. أهلا بيكم. فيلم للحب قصة أخيرة، واحد من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من إنتاج سنة 1986، وتأليف وإخراج رأفت الميهي. الفيلم ده مش فيلم رومانسي عادي، ده فيلم عن إنسان بيكتشف فجأة إن عمره محدود، وإن الحب في حياته ممكن يكون آخر فرصة يعيشها بجد. رؤية رأفت الميهي هنا مختلفة تماما. مفيش موسيقى بتضغط عليك ولا لقطات استعراضية، الكاميرا هادية قريبة، بتراقب الشخصيات وهي بتتاكل من الخوف، مش من المرض بس، لكن من فكرة الفقد كمان. يحيى الفخراني بيقدم واحد من أصدق أدواره، مش بيمثل المرض، بيمثل القلق. إنسان كل دقة قلب عنده في سؤال: هي دي الدقة الأخيرة ولا لسه شوية؟ ومعالي زايد كانت مفاجأة حقيقية، لا زوجة ضعيفة ولا بطلة خارقة، إنسانة بتحاول تحب وتحافظ على الحب ده، وهي عارفة إن النهاية ممكن تيجي في أي لحظة. الفيلم كمان كان جريء جدا في وقته، لما ناقش المرض والموت والدجل الشعبي، وإزاي الإنسان لما ييأس ممكن يصدق أي أمل حتى لو كان وهم. الغريب إن الفيلم ما كانش من أنجح أفلام شباك التذاكر وقتها، لكن مع السنين اتحول لفيلم مهم جدا، لأنه لمس وجع حقيقي ناس كتير كان ممكن تعيشه. وعشان نفهم القصة دي بدأت إزاي وانتهت على إيه، خلينا نرجع للبداية. بيبدأ الفيلم وإحنا في جزيرة الوراق، وبنشوف سلوى راجعة للجزيرة مع حماتها بعد ما كانت بتزور جوزها رفعت في المستشفى لأن عنده مشكلة في القلب. وبيطمن منهم عم عبده اللي دايما بيكون قاعد بالليل في المينا عشان مستني ابنه. وبتروح سلوى مع أم هناء لجارتهم الست دميانة، واللي الكل بيتبارك بيها، وتبشرها دميانة إنها حلمت بالعذراء، وبتقول لها إن رفعت هيبقى كويس. ولما بتسأل أم هناء على جوزها صالح، بتعرفها دميانة إنها طلبت منه يدهن لها الأوضة بتاعتها. فبتخش أم هناء عشان تلاقي صالح بيكسر في الأوضة، عشان بيدور على فلوس تكون مخبياها دميانة، وبيكون هدفه السرقة مش إنه يدهن الأوضة. فبتهدده لو ما خرجش معاها هتفضحه في الجزيرة كلها. وبيجي واحد لسلوى بيقول لها إن الدكتور حسين طالب يشوفها ضروري جدا، ولما بيقعد معاها بتعرف منه إن حالة جوزها ميؤوس منها. وبتكون سلوى محبطة ومتضايقة إن الطب مش عارف يعالج جوزها وما تعرفش إيه اللي هيحصل له. وبتروح تقف سلوى بالليل وهي بتعيط قدام النيل. بعدها بيخرج رفعت من المستشفى بعد ما كان في غيبوبة، وبيجوا كلهم على المركب اللي رايحة للجزيرة، وبيكون معاهم صالح واللي بيلاعب الناس قمار على فلوس. ولما بيوصل رفعت وسلوى لبيتهم، بتحضنه سلوى وهي بتعيط، وبيحاول يطمنها رفعت إنه هيبقى كويس ومش هيموت لأن قلبه زي الحديد. وبيكون رفعت مش مهتم بخطورة حالته، رغم إن الدكاترة قالت إن بقيله شهر بس في الدنيا وهيموت. وبيفضل يضحك ويهزر معاها عشان يخرجها من الحزن اللي هي فيه. وبعدها لما بتروح دميانة لبيت صالح وأم هناء، بتطلب منها أم هناء إنها ما تدخلش جوزها بيتها تاني. فبتزعل منها دميانة لأنها فكرت إن أم هناء غيرانة على جوزها منها. ولما بتروح دميانة لبيت سلوى وبتدخل، بتعاتب سلوى رفعت إنه بيسوق العجلة لأنها غلط على قلبه وحالته، بس برضه ما بيسمعش كلامها وبيمشي بالعجلة. وبيروح ياخد أولاد الدكتور حسين عشان يفرجهم على الجزيرة. وبيكون دكتور حسين ومراته في ما بينهم مشاكل، إنها مش قادرة تقعد معاه على الجزيرة لأنه مجبور يقعد مع أمه عشان بقى عندها شلل وسنها وصل فوق ال90، وهو الوحيد اللي بيراعيها. وبيروح رفعت عند أمه، واللي بتكون معلمة كبيرة ومشغلة رجالة في مصانع الطوب بتاعتها، وقاعد معاهم عم عبده اللي بيساعدها في الشغل. وبتتخانق ساعتها مع رفعت لأنها عايزة يطلق سلوى ويطردها من الجزيرة، لأنها مقتنعة إن سبب مرضه هو سلوى، ولو طلق سلوى هترجع له كل ورثه من أبوه مرة تانية. وبيحاول رفعت يقنع أمه إن سلوى كويسة، بس بتكون الأم كارهة سلوى ومش طايقاها، ومحملاها مسؤولية مرض ابنها، وكمان مخلفتش ليه عيل ومعيشاه في فقر طول الوقت. وبنروح للدكتور حسين اللي بيودع ولاده ومراته عشان راجعين للبر التاني بعد ما خلصوا زيارته. وبيروح الدكتور مع عم عبده عشان يطمن على صحة مراته اللي بيعالجها. وبيكون عم عبده دايما بيستنى ابنه اللي سافر من سنين ولسه مرجعش كل يوم على شط الجزيرة. ولما بيكشف الدكتور على مراته وبيسأل على سامي ابنهم، فبتوريله أم سامي جورنال قديم فيه خبر إن ابنها اتقتل في حادثة، بس هي مخبية على جوزها عشان ما يحصلوش حاجة من الزعل. وبيمشي الدكتور من عندهم، وبيحصلوا عم عبده
واللي بيكون عارف إن ابنه ما ماتش بس هو محبوس لأنه هو القاتل مش المقتول، ومخبي على مراته عشان ما تفضلش متعلقة بعذاب بعده عنها، وبيستنى في المينا لأنه عرف إن ابنه هرب من السجن ومستنيه يرجع للجزيرة تاني. وتاني يوم بيتذاع في الجزيرة إن الشيخ التلاوي المبروك واللي هو ليه ضريح في الجزيرة فاق من الموت ورجع للدنيا، وبيجري كل اللي في الجزيرة على الضريح عشان يتباركوا بيه. وفي بيت سلوى بتروح أم هناء عشان تاخد سلوى تتمسح في الضريح يمكن يشفلها جوزها من المرض. بس سلوى بتكون متعلمة وبتقول لها تبطل الخرافات بتاعتها دي لأن محدش بيرجع من الموت. بس أم هناء بتحاول تقنعها إنه باب واحتمال ممكن يصيب ومش هتخسر حاجة لو جربت. ولما بتمشي أم هناء بتقعد سلوى تفكر في اللي قالته أم هناء ومع نفسها. ولما بتروح سلوى عشان تجيب التموين بتاعها والزيت والسكر بتتزنق وسط زحمة الناس اللي رايحة للضريح وبتمشي معاهم. ولما بيشوفها صالح بتقوله إنها بتتفرج على الناس بتعمل إيه. وبتروح سلوى للشباك بتاع الضريح وما بتشوفش أي حاجة من جوه فبتمشي. بس دميانة بتقول لها تدعي لجوزها بالمرة، فبتدعي إن جوزها رفعت يتشفي. بعدها بتروح أم رفعت للمدرسة اللي شغال فيها ابنها وبتاخده تتكلم معاه وبتطلب منه يسافر يتعالج بره، وبتطلع له الفلوس اللي ممكن يسافر بيها. بس رفعت بيرفض يتعالج لأنه مقتنع إن صحته كويسة. وعند بيت سلوى بيكون دكتور حسين بيقول لها إن حصل لخبطة في تحاليل رفعت مع مريض تاني وإن رفعت صحته كويسة جدا. فبتفرح قوي سلوى بالخبر ده. ولما بيرجع رفعت للبيت بيلاقي سلوى محضرة له الأكل اللي هو بيحبه على شوية جو رومانسي. وبتحكي له سلوى إنها راحت الضريح ودعت هناك وبعدها ب5 دقايق لقت الدكتور جاي بيقول لها إن هو كويس. وبتكون سلوى فاكرة إن الضريح هو السبب في شفا جوزها. والصبح بتقول له سلوى مش هتاخد حبوب منع الحمل لأنها عايزة تخلف منه. وتاني يوم بيكون الدكتور جاي البيت رفعت لأنهم وعدوه بغدوة حلوة عشان قال لهم الخبر الحلو بتاع رفعت. بس لما بيتكلم رفعت والدكتور بنعرف إنهم متفقين يكذبوا على سلوى ويخبوا حقيقة خطورة صحة رفعت عشان يطلعوها من الاكتئاب اللي كانت فيه. بس سلوى لما بتتكلم معاهم بيبان إن سلوى بقت مؤمنة تماما إن الضريح هو السبب في شفا حالة رفعت. ولما بتروح سلوى مع رفعت قرب الضريح بيجوا الناس يطلبوا منها إنها تدعي لهم لأنها في نظرهم كلمتها مسموعة عند صاحب الضريح. وبيكون الناس مهووسة بالضريح والشيخ التلاوي. بعدها بتكون الست دميانة في السرير نايمة تعبانة جدا وبتموت والكل حواليها. وبنشوف رفعت وهو بيصحى وبيتسحب في نص الليل عشان بيكون بياخد علاجه وهو مستخبي من غير ما سلوى تاخد بالها. والصبح بتكون الست دميانة ماتت وبيمشوا في الجزيرة بالتابوت بتاعها عشان ياخدوها بالمركب ويدفنوها في البر التاني. وعلى المركب بتكون أم رفعت بتقول لابنها إن أخته خطوبتها بكرة ولازم يحضرها، فبيقول لها إنها لازم تعزم مراته عشان يعرف يجي. وساعتها بتقول لها سلوى إنهم هيخلفوا العيال اللي هي عايزاهم وبتحاول تصلح علاقتها مع بعض. فبتقول لها أم رفعت إنها تيجي معاها بكرة عشان يختاروا شبكة أخت رفعت مع بعض. وفي المدرسة بيكون المدرسين كلهم فاكرين إن الضريح هو اللي شفى رفعت ما عدا واحد ابتدى يفكرهم إن الشفا والمرض بإيد ربنا لوحده وبأسباب زي الدكتور وملهاش دعوة بالخرافات. ولما بيرجع رفعت البيت بيلاقي سلوى اشترت بتحويشة دهبها كلها خلية نحل عشان بتعمل مشروع للمستقبل. وبيرفض رفعت وبيقول لها إنها لازم ترجع فلوسها مرة تانية لأن رفعت من جواه عارف إنه لما يموت أمه هترمي سلوى بره ومش هيكون ليها أي حاجة، وعشان كده هو مش عايز يخلف من سلوى. وفي نص الليل بتصحى أم رفعت وهي قلقانة وبتجري على بيت الدكتور حسين، بس بتلاقيه ساب الجزيرة وراح للبر التاني. فبتاخد صالح عشان ياخدوا مركب ويروحوا له في نص الليل. وفي السكة بتقول لصالح إنها حلمت إن الشيخ التلاوي صاحب الضريح كذاب وإن ابنها لسه تعبان. فبيقول لها صالح إنه أكيد كله كذب والشيوخ اللي حوالين الضريح كلهم نصابين. وتاني يوم الصبح بيصحى رفعت وبيلاقي أمه نايمة قصاد البيت وبتقول له إنها هتقعد معاهم لحد ما يرجع من الشغل. ولما بيمشي رفعت بنشوف أمه وهي زعلانة جدا وبتحكي لسلوى على الحقيقة وإن الدكتور كذب عليها. فبتتصدم سلوى وبتنهار من العياط وبتطلب منها إنها تخلف بسرعة من رفعت عشان يفضل أثر رفعت في الدنيا. وفي المدرسة لما بيسأل رفعت على حكاية التلاوي والضريح فبيقول له زميله إن التلاوي ده كان حرامي ومات وصحابه دفنوه ومشيوا. ولما ابتدى يجي ناس للجزيرة
لقوا إن في قبر على طرف الجزيرة، فافتكروا إنه قبر الشيخ أو إمام، وبدأت الخرافات تتبني حواليه لحد ما بقى ضريح التلاوي. ولما بيرجع رفعت البيت بيلاقي سلوى باعت خلية النحل، وبيلاقيها اشترت تذاكر سفر ليهم عشان يسافروا مع بعض، وبتسيبه سلوى وبتمشي. وبيعرف رفعت إن سلوى عرفت الحقيقة، فبتترمي في حضنه وهي بتعيط. وبالليل بيروحوا المكان الضريح، والناس كلها بتتمسح فيهم عشان تاخد البركة منهم. وبيدخل رفعت جوه الضريح، ولما بيخرج وبيروح البيت بيحكي لسلوى إنه شاف جوه واحد شكله وريحته وحشة جدا، كأنه شيطان أو دجال، ولا يمكن يكون ده إمام أو ولي من أولياء الله. ولما شيخ الضريح قال له قرب وبوس إيده ساب الضريح وخرج. وبتبتدي سلوى تقول إن أكيد في أمل في ربنا مش في الدجالين. والصبح بيكونوا بيلموا شنطهم عشان يسافروا يغيروا جو مع بعض. ولما بيروح رفعت عشان يسلم شغله في المدرسة بيحس بتعب جامد في قلبه، وحتى الدواء ما بيساعدوش. وبيلحقوا واحد ماشي بالجرار وبياخده عشان يوصله، بس فجأة بيموت رفعت. وعند الضريح بتكون الشرطة جت وبدأت تضرب كل اللي في المنطقة عشان تشيل الضريح واللي فيه، وبيحرقوا كل الخيام بتاعت الدراويش اللي كانوا موجودين هناك. أما سلوى فبتكون مصدومة من خبر موت رفعت، وبتروح سلوى المكان الضريح. وفي السكة بيكون لسه الناس بتتبارك بسلوى، لحد ما بتدخل وبتشوف الضريح من جوه، وبتمسك فاس في الأوضة وبتبتدي تكسر الكرسي اللي كان بيقعد عليه الدجال. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان الفيلم الجاي مفاجأة. وقول لنا في التعليقات، تفتكر لسه في ناس كتير بتصدق في الخرافات دي، ولا الناس بدأت تفهم وتفوق؟ سلام.